جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. 3 أصناف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. لما سئل الرسول مين اللي هيبقى أقرب الناس ليك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة رقم 1 أحاسنكم أخلاقا. وانتوا عارفين طبعا الخلق الحسن، الناس اللي بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بتنفذ أمر الله، بتجتنب نواهيه، الناس اللي بتبر أبوها وأمها، الناس اللي بتكرم الضيف، اللي بتحسن إلى جيرانها، الناس الخدومة اللي أحب الناس الله أنفعهم للناس. كل دول الخلق الحسن، التبسم في وجه أخيك صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتوا عارفين طبعا حسن الخلق مفهومه إيه. طيب رقم 2 إيه؟ الموطئون أكنافا، الناس المتواضعة، الناس الهينة اللينة. حرم على النار كل سهل هين لين قريب إلى الناس. يبقى حسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يؤلفون ويؤلفون. الناس اللي بتتحب بسهولة، الناس اللي بتحب وبتتحب، الناس اللي أخلاقها كويسة ونفسها هادي، زي ما بنقول بالبلدي كده نفسها هادي، بتحب وبتتحب، الناس بتحبها وبتعاملها كويس. يبقى أقربكم مني منزلة يوم القيامة حسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يؤلفون ويؤلفون، يحبوا وبتحبوا، أخلاقهم هادية. يا رب يا رب إن شاء الله ربنا يجعلنا من الناس المقربة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربنا يرزقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب. كل عام وأنتم بخير يا أهل قطر، كل عام وأنتم بخير.